صلوا على النبي. عارفين إحساس إن الواحد فينا يبقى طول اليوم مش عامل حاجة فعلا، بس تعبان؟ كأن الدماغ شغالة 24 ساعة من غير ما تفصل، والجسم مطفي. إحساس غريب جدا، بس كلنا عشناه. عشان كده في سؤال دايما بيطرح نفسه، احنا آخر مرة حسينا فيها براحة حقيقية كانت امتى؟ ازاي الواحد ممكن يصحى من النوم وجسمه أصلا منهار، في حين ان عقله بيجري في ماراثون ملوش أي نهاية؟ الموضوع يا جماعة أكبر بكتير من مجرد إرهاق عابر بيروح مع النوم. خلينا نبص على روتين الصبح بتاعنا كلنا. بنصحى وأول حاجة بنعملها نمسك الموبايل، سكرول، فيديو، ريل، إشعار، مقارنة، أخبار، ولسه اليوم أصلا ما بدأش. إحنا كده حرفيا بنغرق دماغنا في سيل من المعلومات قبل حتى ما نغسل وشنا. والمشكلة هنا إننا بنفتكر إننا كسلانين، بس الحقيقة إحنا مستنزفين، وفي فرق شاسع بينهم. الشخص الكسلان مش عايز يعمل حاجة أصلا، لكن إحنا عايزين وعندنا طموح نتحرك، بس حرفيا مش قادرين، وده الأخطر بكتير. الموبايل مش بيسرق وقتنا وبس، ده بيسرق تركيزنا، هدوءنا، وقدرتنا إننا نستمتع بأي حاجة، لدرجة إن حتى الراحة نفسها بقت متعبة. جيمس كلير بيوضح إن ده مش فشل شخصي مننا على فكرة، دي مجرد عادة سلبية متجذرة جوانا بتستنزف طاقتنا بشكل تلقائي تماما. وهنا بندخل في فخ التحفيز، نفتح فيديوهات تطوير ذات، نتحمس جدا ونقول خلاص من بكرة هنغير حياتنا، وبعد ساعة واحدة بنرجع لنفس الدوامة هي. لو حسيتم بالإحساس ده قبل كده وعشتوا اللفة دي، انزلوا دلوقتي اكتبوا في الكومنتات تعبنا. عشان نخرج من الدوامة دي، جيمس كلير بيقول لنا فكرة عبقرية جدا. بيقول إن الفائزين والخاسرين عندهم نفس الأهداف. تحديد الأهداف هدفه الفوز باللعبة، لكن بناء الأنظمة هدفه الاستمرار في اللعب. يعني الفرق الحقيقي مش في الحماس اللي بيجي ويروح، الفرق الحقيقي في إننا نبني نظام مستدام. طيب إيه هو النظام ده؟ القانون الأول لتغيير السلوك بيقول بكل بساطة اجعلها واضحة. الدماغ البشري بطبعه بيميل للراحة وبياخد أسهل طريق قدامه، فطول ما الموبايل هو أوضح وأسهل حاجة حوالينا في المكان، العقل عمره ما هيهدى ولا هيرتاح، كأننا في سباق، مقارنة، ضغط، تفكير، هروب، بس احنا واقفين مكاننا. عشان كده إحنا مش محتاجين أي موتيفيشن أو حماس جديد، إحنا محتاجين نبطل استنزاف. وهنا بيجي دور استراتيجية تصميم البيئة. الفكرة كلها إننا نتحكم في المكان اللي حوالينا ونقلل المشتتات، بدل ما نعتمد على قوة إرادتنا اللي بطبيعة الحال بتخلص. البيئة المنظمة دايما بتكسب قوة الإرادة. والحل العملي للموضوع ده هو الحل الذري، انفصال تام لمدة 10 دقايق بس في اليوم. نقفل كل حاجة، من غير موبايل، من غير فيديوهات، من غير أي دوشة. نقعد كده مع نفسنا في هدوء، وفي ال10 دقايق دول هنحس بجد قد إيه دماغنا دي كانت مرهقة جدا. ال10 دقايق هدوء دول هم الذرة أو الأتوم بتاعتنا، حاجة صغيرة جدا بس تأثيرها حرفيا جبار. ده تطبيق عملي لقاعدة 1% اللي بتعمل زي إعادة ضبط أو ريست للنظام العقلي كله، ومع الوقت التغيير البسيط ده بيقدر يرجع كفة الميزان لصالحنا تاني. الخلاصة اللي عايزين نطلع بيها من التحليل ده إن مش كل تعب سببه الشغل والمجهود البدني. بعض التعب، وأحياناً بيكون أصعب أنواع التعب، سببه ببساطة إننا مش سايبين عقلنا يرتاح. الدماغ محتاجة تفصل تماماً عشان تقدر تكمل. لو وصلتم لحد اللحظة دي من التحليل، انزلوا واكتبوا في الكومنتات هنرتاح حب. اعملوا لايك تفهم واشتركوا في قناة أثر وفعلوا زر الجرس بليطه، عشان التحليل الجاي ممكن يغير طريقة عيشتنا فعلا. وفي النهاية ابدأ بنفسك وسيب أثر.